فيما يخص إسرائيل عندي سؤالين. السؤال الأولاني، أنت كنت مسؤول دولي عن ملف الطاقة النووية والملفات النووية في العالم كله. إيه اللي حضرتك عملته للقضاء على ظاهرة الرعب النووي التي تسببها إسرائيل لجيرانها؟ والجميع يعرف، وهم كمان أعلنوا في صحافتهم وفي محافل دولية كثيرة أنهم يمتلكوا قنابل نووية وذرية وعندهم تسليح قوي جدا. عملت إيه حضرتك؟ عملت يا عمرو، ودي برضو جزء كويس ان انت بتسألني عليه. عملت ان الناس لا تفهم مفهوم الموظف الدولي. انا بعمل زي اي راجل قانون، بعمل في اطار القانوني اللي مسموح لي بيه. اسرائيل والهند وباكستان ما دخلوش اتفاقيه منع انتشار الاسلحه النوويه، وبالتالي الوكاله الدوليه وانا ماليش صلاحيه ان اروح افتش عليه. السؤال اللي لازم اطرحه اولا، الدول العربيه دخلت كلها اتفاقيه منع انتشار بدون استثناء. ليه؟ قبل ما إسرائيل تدخل معاه، أو بشرط أن إسرائيل تدخل معاه. أنا أتذكر وأنا في الثمانينات وكنت موظف صغير في وزارة الخارجية، طلب مني رأيي، يعني رأي البعثة، وكنت في جنيف، وهل مصر تدخل اتفاقية منع انتشار السلاح النووي؟ ذكرت أن هذا مخالف، وهذا موجود يعني، وأعتقد لسه موجود في وزارة الخارجية، مخالف لمصالح مصر الوطنية والقومية بدون أن إسرائيل تدخل. دخلنا كلنا. أما عملنا اتفاقية السلام مع إسرائيل، عملنا اتفاقية كامب ديفيد، هل في أي إشارة لأن إسرائيل تدخل في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية؟ ولا شيء. وبالتالي إحنا دائما ننجر بدون تفكير، وبعدين نبكي كالأطفال الصغار. بس أنا سؤالي، صمتك تجاه إسرائيل وما حدث في إسرائيل، هل ده كان بضغوط دولية؟ لا، أنا لم أصمت تحت إسرائيل. ويعني أعطيك، يعني ما هو برضو أعطيك العديد من المقابلات في داخل الوكالة وخارج الوكالة، وقلت انه في هناك انعدام للامن الدولي الاقليمي طالما ان اسرائيل تحتفظ بسلاح النووي، والدول العربيه بتعتبر هذا نوع من الاهانه ونوع من انعدام التوازن الاقليمي. ودخلت في مسجلات مسجله في داخل مجلس المحافظين الوكاله وعلى أجهزة الإعلام، يعني 4-5 من أعضاء الحكومة الإسرائيلية طالبوا بطردي من الوكالة. هذا كله مسجل. إنما فعلت لا يفعل، لا يمكن للإنسان إلا يفعل إلا ما يستطيعه. إنما هذا ما كنت لم أسكت في يوم ما أن هناك خلل إقليمي بسبب غياب إسرائيل عن منظومة منع انتشار الأسلحة النووية. إنما دائما احنا كعالم عربي نحاول يعني ان نرمي مشاكلنا. بس مش ممكن يكون في ضغوط احيانا على رئيس هيئه الطاقه الذريه؟ كان على ضغوط. كتابي هيطلع السنه الجايه الشهر الجاي يا عمرو، وهتجد الضغوط اللي كانت عليا في العراق، وهتجد الضغوط اللي كانت عليا في ايران، وهتجد الضغوط اللي كانت عليا بالنسبه لاسرائيل. ويكيليك اللي هو بيطلع من يومين، كان في برقيات بتشكو من اطلعت عليها وشفتها الجانب الامريكي ان انا لم امشي معه. طب انت استسلمت بنسبه كام في المية لهذه الضغوط يا دكتور بردعي؟ صفر حقيقه يا عمرو، صفر. ولذلك يعني اما تشوف منع سنة 2005 أخذت جائزة نوبل، كان أحد يعني المبررات اللي أعطتها اللجنة، واللجنة دي برضو لعلم الناس دي لجنة مستقلة تماما حتى عن الحكومة النرويجية. هي لجنة تكون من 5 أفراد لمدة 5 سنوات من البرلمان النرويجي، 5 أشخاص لا صلة لهم بالسياسة. يعني كان رئيس اللجنة في وقتها أستاذ في كلية الطب. أحد الحيثيات التي ذكرها أنني مدافع لا يهاب، وكان مذكر في الصحافة في هذا الوقت إنه هذه هي ركلة في قدم الإدارة الأمريكانية وجورج بوش بسبب موقفنا من العراق. يعني هو المؤسف الحقيقة إن إحنا لا نقرأ